ازيكم حبايب طلاب سنة تانية اعدادي. الفيديو بتاعنا النهاردة بإذن الله يا ولاد هيبقى على تاني أصعب درس في المنهج بعد عملية البناء الضوئي، وهي عملية التنفس الخلوي. الدرس ده يا ولاد هو الدرس الأخير في الوحدة التالتة في منهج العلم زي ما انتوا عارفين، اللي هو بيتكلم عن درس التنفس الخلوي والتنفس اللي هو تبادل الغازات. ان شاء الله هتسمعوا التنفس الخلوي بأسهل وأحلى طريقة. الدرس ده يا ولاد كنت بشرحه والله لسنة تانية ثانوي، بس طبعا بتفاصيل أكتر بكتير. هم عاطين لكم الموضوع بس بأبسط كتير. تعالى كده اما اوضح لكم الدرس ده، عايزينه نفهمه مش نحفظه. في البدايه كده يا ولاد قبل ما نشرح الدرس، قبل ما نفهم يعني ايه التنفس الخلوي، عايزاك تفرق بين حاجتين مهمين قوي. بين عمليه التنفس، اما اقول لك يعني ايه عمليه التنفس ويعني ايه عمليه التنفس الخلوي، في فرق بين الاتنين. ايوه يا ولاد في فرق بين الاتنين. التنفس اللي انا اخد نفسي، اللي انا اتنفس غاز الاكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون، وده بيتم عن طريق الجهاز التنفسي. التنفس ده ساعات بنسميه عملية تبادل الغازات. طبعا النباتات ما عندهاش جهاز تنفسي متخصص، خدنا ده في الدرس اللي قبليه. بيتم تبادل الغازات عن طريق الصغور. انما في الكائنات التانية غير النبات، كل كائن بيتنفس بطريقته. السمك بيتنفس بالخياشيم، الحشرات بالقصيبات الهوائية، الانسان والثدييات كلها بالرئتين، والضفادع البالغة بالجلد في المية وبالرئتين على اليابس. لما اقولك يعني ايه عملية التنفس او يعني ايه عملية تبادل الغازات، هتقولي هي عملية دخول غاز الاكسجين الى الجسم، الى الجسم، وخروج غاز ثاني اكسيد الكربون من الجسم. والعملية دي يا ولاد اللي هي دخول الاكسجين وثاني اكسيد الكربون خروجه، تنفس فقط، ما تقولش تنفس خلوي. امال يعني ايه التنفس الخلوي يا ولاد؟ التنفس الخلوي احنا بنسميه بالبلدي كده عملية الحرق. يقول لك ده الحرق عنده عالي، ده في بني ادمين حرقهم عالي. يعني ايه حرقهم عالي؟ يعني الاكل بتاعهم بيتحرق، فالناس دي بتقعد تاكل كتير يا اولاد وما بتتخنش. يقول لك ده حرقها عالي. في ناس تانية يعني ما بتاكلش وغلبانة واكلها قليل وتلاقيها وزنها زايد، ده بسبب ان يقول لك عملية الحرق عندهم قليلة. هو ايه الحرق يا اولاد بالبلدي؟ الحرق هو التنفس الخلوي. ويعني ايه التنفس الخلوي يا اولاد؟ معناه ان خلايا جسمي تاخد الاكل اللي انا باكله وتبدأ تكسر الروابط اللي موجودة جواه عشان تطلع الطاقة اللي موجودة جواه. طبعا احنا بناخد الطاقة بتاعتنا من الغذاء. هل انت عمرك سألت نفسك هو ازاي الاكل اللي احنا بناكله بيتحول في الاخر لطاقة؟ تعال ما اجيب لك الموضوع كده بسيط. اولا الغذاء يا ولاد عشان يتحول لطاقة لازم الاول الغذاء يحصل له يا ولاد هضم، ولو انه في الكتاب كاتبها لك هدم، ولكنها كلمة ليست صحيحة علميا. عملية تكسير الغذاء إلى جزيئات بسيطة دي بنسميها عملية هضم، لأن الهضم معناها إن الجزيئات الكبيرة تتحول لجزيئات صغيرة. زي ما تاكل كده يا ولاد أي نشويات أو أي كربوهيدرات زي العيش والرز والمكرونة، جسمك في الجهاز الهضمي بيحولهم في الآخر إلى سكر الجلوكوز، ده تسمى هضم. إنما الهدم معناه إن أنا أمسك الجزيئات الصغيرة أبدأ أكسرها الروابط اللي فيها وأطلع منها الطاقة. فدايما الهضم ليس مصحوبا بانطلاق طاقة، إنما الهدم مصحوبا بانطلاق طاقة. طيب عشان المهم يعني خلينا في موضوعنا. عشان الاكل احصل منه على الطاقة لازم الاكل الاول يا ولاد يتهضم، وده بيحصل في الجهاز الهضمي. طب بعد ما يتهضم، ادي الايه المعدة اهي، وادي يا ولادي الايه الامعاء. تعال كده اما اجيبها لك. طبعا الهضم بتاع الاكل بيتحول لابسط صورة يا ولاد ليه جوه الامعاء الدقيقة، جوه الامعاء الايه الدقيقة. اي كربوهيدرات انت اكلتها، رز وعيش مكرونه بطاطس اي حاجه، بتتحول جوه امعائك الى سكر الجلوكوز. ماشي. وفي كمان فركتوز وفي جلاكتوز، بس احنا بالنسبه لنا اهم واحد الجلوكوز. طب لو اكلت يا مس بروتينات، لحمه، فراخ، سمك، بيض، عدس، فول، بتتحول في الاخر لحاجه اسمها احماض امينيه، واحنا خدناها في الدرس اللي قبله. ما احنا عارفين ان وحده بناء البروتين هي الاحماض الامينيه. طب لو اكلت يا مس دهون جوه الامعاء الدقيقه تتحول لحاجه اسمها احماض دهنيه. المهم التلات حاجات دهم يا ولاد لما يتكونوا جوه الامعاء الدقيقه، الامعاء الدقيقه بتعمل لهم امتصاص. يعني جوه الامعاء الدقيقه في حاجه زي شعرات دمويه تاخد الجلوكوز والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه وتمشيهم في طريق كده معلنا من اسمه، يعني لحد ما توديه للقلب، لحد ما توديه للقلب. وبعد كده القلب يبدأ يضخ الدم
وهو بيحمل كل الغذاء، وهو بيحمل كل الغذاء. فالدم يعمل ايه بقى يا ولاد؟ يبدأ يوصل الدم وهو شايل الغذاء ده اهو لكل خلية من خلايا جسمك. كل خلية من خلايا جسمك لازم تحصل على نصيبها من الأكل اللي انت كلته. أنا جسمي فيه كام خلية يا مس؟ تقريبا يا ولاد 40 تريليون خلية، صح؟ كل خلية لازم يدخلها نصيبها من الأكل اللي انت كلته. لازم يدخلها شوية جلوكوز، لازم يدخلها شوية أحماض أمينية، لازم يدخلها شوية أحماض دهنية. خلايا جسمك يا ولاد عشان تاخد الطاقة بتختار أول حاجة الجلوكوز. طبعا الأحماض الأمينية ما بتاخدش منها طاقة قد كده. يعني الأحماض الأمينية خلايا جسمك بتستخدمها في عمليات تانية غير إنتاج الطاقة. بتبدأ تكون لك بها ضوافرك، تطول لك بها شعرك، تقوي لك بها عضلاتك، تطول لك بها عظامك. دي بيسموها عمليات النمو أو عمليات البناء. البناء ان جسمك ياخد الحاجات الصغيرة يبدأ يصنع بها حاجات مهمة في جسمك. ودي عملية يا اولاد بتستهلك من الجسم طاقة كتير. عشان ابني انا بتعب، لكن عشان اهدم انا ما بتعبش قوي. زي وانت طالع السلم وانت نازل من على السلم، وانت طالع بتتعب وانت نازل ما بتتعبش. ليه بقى؟ وانت طالع دي زي عملية البناء، انما وانت نازل زي عملية الهدم. زي بالظبط كأنك بتبني حيطة. لما تكون بتبني الحيطة بتبذل مجهود في البناء، لكن في الهدم ده سهل قوي، تزقها زقتين كده خبطتين تلاقيها وقعت. بالنسبة لنا الجسم زيها بالظبط. جسمنا بيحصل فيه عمليتين عكس بعض يا اولاد، عملية اسمها البناء وعملية اسمها الهدم. والبناء معناها ايه؟ ان انا اخد الجزيئات الصغيرة في جسمي وابدأ اصنع بيها حاجات كبيرة. الحاجات الكبيرة دي يا اولاد بتبقى مفيدة للجسم. يعني مثلا الأحماض الأمينية جسمك بياخدها ويصنع بيها بروتينات، بس مش شبه البروتينات اللي انت كلتها. بروتينات تانية بتدخل في تصنيع حاجات تانية. يعني بروتينات بتدخل في نمو العظام، بروتينات بتدخل في نمو العضلات، بروتينات بتدخل في نمو الشعر والأظافر وتكوين الجلد اللي بيموت، وهكذا. ساعات جسمك كمان لو انت كلت جلوكوز كتير، يعني كلت ضربت صينية حلويات كده وكان نسبة الجلوكوز في دمك علت، جسمك يبدأ ياخد الجلوكوز ويعمل بيه حاجة اسمها اولاد، او يحوله لحاجة اسمها جلايكوجين. ده سكر وده سكر، بس ده سكر بسيط انما ده سكر معقد. الجلوكوز ما بيتفككش، انما الجلايكوجين لو فككته هتلاقي فيه آلاف الجزيئات من جزيئات الجلوكوز. وجسمك بعد كده يخزن لك الجلايكوجين ده في الكبد والعضلات. ليه يا مس؟ والله يا ولاد احتياطي، بيخزنوا احتياطي. يعني مثلا لو انت رحت الجيم وما كلتش قبليها وعضلاتك عايزة تحصل على الطاقة، بتحصل على الطاقة ازاي؟ بتكسر سكر الجلايكوجين اللي جسمك مخزنه جواه. طب انت صايم او قعدت فترات طويلة في المدرسة والدروس من غير ما كلت والجلوكوز في دمك قل، يبدأ جسمك يطلع الجلايكوجين اللي مخزنه في الكبد ويحول الجلوكوز عشان يطلع لك الطاقة. طبعا الحتة دي علينا في الدرس بس موجودة في نهاية الدرس. طيب الهدم بقى معناها ايه؟ الهدم خلي بالك هنا، الهدم انا قايله لكم الهدم غير الهضم. الهدم معناها ان انا اخد الجزيئات الصغيرة برضو وابدأ يا اولاد اكسر الروابط اللي موجودة فيها. ما انت لو مسكت الجلوكوز او مسكت الاحماض الامينية او مسكت الاحماض الدهنية هتلاقي عبارة عن مركبات عضوية فيها ذرات كربون وهيدروجين واكسجين والبروتين فيه نيتروجين. بين كل ذرة كربون وهيدروجين واكسجين في روابط. الروابط ده يا ولاد هي اللي متحمل عليها الطاقة. فجسمك كل وظيفته ان هو يبدأ يكسر في الروابط ده ويطلع الطاقة المختزنة جواه ويبدأ يخزنها في جزيئات ال ADP ويحولها ل ATP، ويبدأ يخلي ال ATP دي بقى يمشي في مجرى الدم يدي الطاقة للجزء اللي جسمك محتاجه. انت بتذاكر فمخك هو اللي عايز طاقة، فال ATP يفرغ الطاقة اللي جواه في الخلايا بتاع المخ. انت مثلا بتجري وقلبك هو اللي بيشتغل كتير فيقوم ال ATP هنا يفرغ الطاقة اللي جواه في خلايا القلب. يعني ال ATP يا اولاد بيسموه عملة الطاقة في الخلية. ليه؟ بياخد الطاقة او بيتخزن جواه الطاقة وبيبدأ ينقلها. عملية البناء والهدم مع بعض يا اولاد بيسموها العلماء باسم عملية الايض، او ساعات بيسموها عملية التمثيل الغذائي. وعملية الايض هي عملية تشتمل على عمليتين عكس بعض، بناء وهدم. جسمك يعمل الاتنين مع بعض، يدخل الجلوكوز لخلايا الجسم عشان يتهدم ويطلع منه الطاقة، وبعد شوية ياخد مواد تانية زي الأحماض الأمينية يدخلها لخلايا الجسم عشان تعمل لها بناء.
مع بعض كده بيسموها عمليات الايض. طيب هو الدرس ده يا ولاد بيتكلم عن التنفس الخلوي. بيتكلم عن التنفس الخلوي. يعني ايه التنفس الخلوي بقى؟ التنفس الخلوي يا ولاد معناه ان خلايا جسمي يدخلها الاكل، فخلايا جسمي تاخد الاكل ده اهو وتبدا تحرق او تكسره عشان تطلع الطاقه المختزنه جوه الاكل. ما انا قايله لكم ان الاكل اللي احنا بناكله عباره عن جزيئات كربون وهيدروجين واكسجين، بس طبعا باعداد كبيره، والروابط اللي موجوده ما بينهم دي بتبقى متحمل عليها طاقه يا ولاد. طيب يا مس، هي عمليه تكسير الاكل وتحويله لطاقه بتتم فين؟ في كل خليه من خلايا جسمك. ماشي. طب مين المسؤول عن تكسير الاكل ده اهو؟ حاجه جوه الخليه بتاعتنا او عضي اسمه الميتوكوندريا. بس مش هو لوحده، ده هو والسيتوبلازم كمان. انا جايبه لك شكل الميتوكوندريا اهي. هو جايب لك في الكتاب في البدايه كده يعني ايه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يا اولاد هي عباره عن عضي من عضيات الخليه، يعني جسم بيسبح جوه الخليه بتاعتك. طبعا الخليه انت اخدت في سنه 6 ابتدائي ان الخليه بتاعتك فيها حاجات كتير، فيها نواه، فيها سيتوبلازم، فيها ميتوكوندريا، فيها ريبوسومات، فيها شبكه اندوبلازميه، فيها جسم جولجي. فالميتوكوندريا احدى العضيات موجوده عند الانسان وعند النبات، ماشي، وعند الحيوان طبعا، ما احنا والحيوانات واحد. طيب تركيب الميتوكوندريا ايه؟ طبعا احنا هنا جايبين لك ميتوكوندريا قاصدين الحته الفوقانيه، لكن هي يا اولاد جوه الخليه وهي مقفوله بتبقى شبه حبه الفاصوليايه كده. ليها غشاء خارجي مستوي، يعني مفيش فيه تعريجات. الغشاء ده وظيفته ايه يا اولاد؟ حمايه الميتوكوندريا من بره. ثانيا بيسمح بدخول وخروج المواد من والى الميتوكوندريا. يبقى اول حاجه من تعالى نمسح اللي تحت دي كده ونكتب ايه تركيب الميتوكوندريا. لما اقول لك الميتوكوندريا عباره عن ايه يا معلم؟ هتقول لي الميتوكوندريا يا مس اول حاجه عباره عن غشاء مزدوج. الغشاء الخارجي بيكون غشاء مستوي. يعني ايه مستوي؟ مفيش فيه تعريجات زي ما انتوا شايفوا كده املس اهو. طب وظيفته ايه الغشاء الخارجي ده يا ولاد؟ اول حاجه حمايه الميتوكوندريا من الداخل، دي اول حاجه. رقم 2 يا ولادي السماح بمرور المواد من والى الميتوكوندريا، من والى الميتوكوندريا. طيب بصوا على الغشاء الداخلي بقى يا ولاد. شايفين الغشاء الداخلي اللي هو لونه احمر ده؟ ده الغشاء الداخلي. ربنا عامل الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا ما هواش مستوي زي الغشاء الخارجي. ماشي. طب ليه بقى؟ قالك ان ربنا خلق فيه ثنايات. الثنايات دي سماها العلماء باسم الاعراف. عارف يعني ايه الاعراف؟ الاعراف دي تسمع عنها اللي هي تبقى فيه ده برزخ كده موجود يوم القيامة بين الجنة والنار، زي جسر او كوبري كده يا ولاد. الاعراف متسميه لنفس السبب، هي عباره عن كباري او جسور موجوده جوه الميتوكوندريا من جوه. طب ليه متنيه يا مس بالشكل ده؟ قالك اي حاجه في جسمك متنيه بالشكل ده اعرف ان التانية ده او الثنايات ده وظيفتها ان هي تستوعب اكبر كميه من مواد موجوده جواها. شايفين الحبيبات اللي جواها دي يا اولاد؟ ماشي. الحبيبات دي هي مش عليكم، هي جزيئات في دي ان ايه وفي ريبوسومات، لكن هو كاتب لك ان الغشاء الداخلي مثني على هيئة ثنايات. تعرف الثنايات دي يا ولاد باسم الاعراف. طب وظيفتها ايه؟ بتزود مساحة السطح الداخلي. انت عارف لو مسكت السطح الداخلي المتني ده وفردته ممكن يطلع لك مثلا 3-4 متر، انت نفسك ما انتش 3-4 متر، ده انت يا دوب 1.5 متر. طيب هي ازاي بالطول ده متنيه يا اولاد؟ وعايزه اقول لك الامعاء الدقيقه بتاعتك كده برضو، ما انت الامعاء الدقيقه بتاعتك 6 متر، لكن انت نفسك ما انتش 6 متر، امال هي يا مس ازاي داخله جوايا؟ متنيه يا اولاد. فالانسانات دي وظيفتها ان هي ما تاخدش حيز كبير في الجسم من جوه. ثانيا تستوعب كميات كبيره من مركبات موجوده جوه. طب ايه اكتر ماده موجوده في السطح الداخلي؟ انا بتكلم هنا عن السطح الداخلي للميتوكوندريا. والسطح الداخلي للميتوكوندريا ليس مستوي وإنما به ثنايات تسمى بالأعراف. علل أهمية وجود الأعراف في السطح الداخلي للميتوكوندريا. هتقول لي والله لتزيد من مساحة السطح الداخلي لاستيعاب أكبر كمية من المواد اللازمة لإنتاج الطاقة. لاستيعاب المواد اللازمة لإنتاج الطاقة. ما عشان الطاقة بتنتج داخل الميتوكوندريا يا ولاد. وجوه الميتوكوندريا ربنا خلق لنا انزيمات، واحنا خدنا الانزيمات هي مواد بروتينيه،
وظيفتها ايه يا ولاد؟ بتزود من مساحة السطح، او مش بتزود مساحة السطح، بتزود من سرعة التفاعلات الكيميائية. يعني زيها زي العوامل الحفازة. يعني اللي بيخلي الاكل يتحرق بسرعة وبكفاءة هي الانزيمات اللي موجودة جوه الايه، الميتوكوندريا. ماشي. جوه الميتوكوندريا في ميه، في انزيمات، في مركبات اي تي بي، وفي مركبات اي دي بي الاتنين. ماشي. عشان لما ينتج الطاقه جوه الميتوكوندريا، الطاقه تدخل جوه الاي دي بي فيقوم يتحول لاي تي بي. طبعا خدنا الاي دي بي والاي تي بي في الدرس اللي قبل ده. تعالى بقى يا ولاد اشرح لك الحته بتاعت ازاي خليه الجسم بتطلع الطاقه من الاكل. دي خليه الجسم بتاعتي يا ولاد، جواها نواه وسيتوبلازم وعضيات كتير. انا مش عايز اعرف اي حاجه فيهم، انا عايز اعرف الميتوكوندريا بس. تعالوا احكي لكم قصه حلوه كده. القصه دي هتساعدكم تفهموا ازاي بيتم هضم الاكل وتحويله لطاقه. اولا يا اولاد، اكتر حاجه جسمك بيحب ياخدها ويحرق منها الاكل هو جزيئات الجلوكوز. جزيئات الجلوكوز دي بتبقى موجوده في الدم، جايه من القناه الهضميه، بتمشي في مجرى الدم، والدم بعد كده ياخدها يبدا يدخلها لجوه الخليه. مش عايزه ادخل لك في حته ان هرمون الانسولين هو اللي بيدخلها. المهم الجلوكوز يدخل. الجلوكوز رمزه يا اولاد سي 6 اتش 12 او 6، صح؟ فرحان يدخل الخليه يقول هي دخلت جوه الخليه بقى. اما ادخل جوه الميتوكوندريا، هو عارف ان وظيفته في الدنيا ده اللي هو يجي يتحرق يطلع منه الطاقه. يقول هدخل جوه الميتوكوندريا عشان يتم، هي دي اللي بيحصل جواها عمليه التنفس الخلوي والحرق وانتاج الطاقه. يخبط على الميتوكوندريا عشان تفتح له ويدخل جواها ينتج منه الطاقه. الميتوكوندريا ما ترضاش، تقول له يا عم الجلوكوز ده انت كبير قوي، ده انت عجل قوي، ده انت سي 6 اتش 12 او 6، انا ما اقدرش اخدك وانت في الصوره الكبيره دي. روح كسر نفسك بره قبل ما تجيلي، وتعالى لي على هيئه يعني تعالى لي وانت مقسوم نصين. لو اتقسمت نفسك نصين وبقيت جزيئات اصغر، انا ممكن اسمح لك تدخل جواي. فيحصل ايه بقى يا اولاد؟ المرحله الاولى من عمليه التنفس الخلوي ان الجلوكوز بيقعد في السيتوبلازم اول قبل ما يدخل للميتوكوندريا. بيحصل له عمليه يا اولاد اسمها عمليه انشطار الجلوكوز. انشطار الايه؟ الجلوكوز. بيحصل فين انشطار الجلوكوز ده يا اولاد؟ بيحصل في السيتوبلازم، ده قبل ما يدخل الجلوكوز للميتوكوندريا. طيب انا مش قايله لكم عمليه التنفس الخلوي محتاجه الاكل وغاز الاكسجين؟ هل انشطار الجلوكوز محتاج اكسجين؟ قال لك لا، لا يلزم وجوده لوجوده غاز الاكسجين. لكن بعد كده لو دخل جوه الميتوكوندريا لازم يكون معاه غاز الاكسجين. انما في السيتوبلازم مش محتاج الاكسجين. يعني ايه انشطار بقى يا مس؟ يعني انقسام. الجلوكوز يتقسم نصين. في بعض الانزيمات اللي موجودة في السيتوبلازم بتشبه الانزيمات اللي موجودة في الميتوكوندريا. تعمل ايه يا ولاد؟ تاخد الجلوكوز وتبدأ تعمل فيه تكسير. هو المفروض سي 6 اتش 12 او 6، تقوم قسماه بالنص لسي 3 اتش 6 او 3 وسي 3 اتش 6 او 3. ماشي يا ولاد؟ طبعا هنا في ذرتين هيدروجين هيتشالوا من هنا، وفي ذرتين هيدروجين هيتشالوا من هنا، فيتحول بعد كده لسي 3 اتش 4 او 3 وسي 3 اتش 4 او 3. الحته دي مش علينا. هو جايب لك في الكتاب بمنتهى البساطه اللي هو بيقول لك في السيتوبلازم بيتم انشطار الجلوكوز الى، يعني ايه انشطاره؟ بيتقسم نصين. لما بيتقسم نصين ما عادش بيبقى اسمه جلوكوز، بيتحول لمركب تاني اسمه حمض البيروفيك. وانا عايزه اقول لك ان حمض البيروفيك هو نص الجلوكوز، هو نص الايه؟ الجلوكوز. يعني كأن الجلوكوز مسكناه وقسمناه فادانا واحد بيروفيك وواحد بيروفيك. يقوم بعد كده الاتنين جزيء حمض البيروفيك اللي اتكونوا في السيتوبلازم يروحوا للميتوكوندريا يخبطوا عليه، يقولوا لها يا حاجه الميتوكوندريا احنا خلاص اتقسمنا اهو، بقينا جزيئات حمض بيروفيك بسيطه، تسمح لنا بقى ندخل نكمل جواك التنفس الخلوي؟ تقول لهم من عينيا الاتنين، بس وانتوا داخلين هاتوا في ايديكوا غاز مين؟ الاكسجين. غاز مين؟ الاكسجين. يقول لا والله ما عندنا مانع. ماشي. طيب سؤال يا ولاد، هي عملية انشطار الجلوكوز دي بيطلع منها طاقة؟ قال لك اه بس طاقة قليلة قوي. يعني انت لو عايزين تعرفوه بينتج في انشطار الجلوكوز ده هو 2 جزيء اي تي بي بس. طب يا مس هو جزيء الجلوكوز نفسه لما بتكسر كله بيدي كام جزيء اي تي بي؟ 38 اي تي بي. برضو المعلومة دي مش علينا بس عايزة اقولها لكم. 38 اي تي بي.
2 منهم تم انتاجهم في السيتوبلازم، وبقيه ال36 هيدخلوا او هينتجوا جوه الميتوكوندريا. عشان كده بالنسبه لنا التنفس جوه الميتوكوندريا حاجه مهمه قوي، وهي دي اللي بيطلع منها الطاقه بتاعه جزيء الجلوكوز. ماشي. المهم يا اولاد، احنا قلنا الوقت اول مرحله بتتم فين يا اولاد؟ في السيتوبلازم، مش محتاجه غاز الاكسجين، بينشطر فيها جزيء الجلوكوز الى 2 جزيء من حمض البيروفيك، وبيطلع منها كميه، كاتب لك في الكتاب كميه محدوده من الطاقه بتطلع لنا من الموضوع ده اهو. ماشي يا اولاد. لكن مش طالع فيها طاقه كتير، مش طالع فيها طاقه كتير. طيب بعد كده يحصل ايه بقى؟ 2 جزيء حمض البيروفيك اللي طلعوا في السيتوبلازم يا اولاد، لسه قايله لكم دلوقتي اللي هم هيروحوا يخبطوا على الميتوكوندريا، يقولوا لها يا حاجه ميتوكوندريا احنا خلاص اتكسرنا وبقينا ما عدناش جلوكوز بقى، تسمح لنا بقى ندخل بقى ونكمل التنفس الخلوي؟ تقول لهم ماشي موافقه، بس هاتوا معاكم غاز الاكسجين. يدخلوا جوه الميتوكوندريا يا اولاد، يحصل لهم عمليتين ورا بعض، اللي هم 2 جزيء حمض البيروفيك، حاجه اسمها دوره كريبس، ومتسميه كده لان العالم اللي اكتشف وجودها جوه جسم الانسان اسمه العالم كريبس او هانز كريبس. وحاجه تانية اسمها سلسله نقل الالكترون، سلسله نقل الالكترون. الاتنين يا اولاد بيحصلوا ورا بعض جوه الميتوكوندريا. انتوا عارفين بعد ما الاتنين دول يحصلوا الجزيء البيروفيك يطلع منهم في الاخر 38 اي تي بي، اللي هي عدد جزيئات الطاقه اللي ناتجه من جزيء الجلوكوز الواحد. وطبعا دي كميه طاقه كبيره قوي. عارفين 38 اي تي بي؟ جزيء الاي تي بي الواحد بيحتوي من 7 ل 12 سعر حراري. طبعا احنا جسمنا كله ماشي الاكل بالسعرات الحراريه. تصور جزيء جلوكوز واحد يديك تقريبا 700 او 800 سعر حراري. انت عارف لما تاكل ربع رغيف عيش بيتحول مثلا لكام جزيء جلوكوز؟ مثلا 2000. يعني شوف كده بقى، جزيء الجلوكوز الواحد يديك 8 اي تي بي، 38 اي تي بي. انت لما تاكل رغيف عيش بيتكسر في جسمك مثلا ل 1000 ولا 2000 جزيء جلوكوز. شوف كميه الطاقه الرهيبه اللي بتطلع من رغيف عيش واحد. طبعا الانسان مسموح له في اليوم بعدد سعرات حراريه معينه عشان ما يتخنش ويزيد في الوزن، حتى في دكاتره بتبقوا ماشيين بالنظام ده. المهم بقى خلينا في موضوعنا. جزيئات البيروفيك لما تدخل جوه الميتوكوندريا يا اولاد، اول حاجه تدخل يا اولادي على الحشوه الداخليه بتاعه الميتوكوندريا، تلاقي في انزيمات موجوده هناك مستنياه، تقول له اهلا بيك يا جزيء حمض البيروفيك. داخل لها كام جزيء؟ 2 جزيء حمض البيروفيك. تقعد تكسر فيه تكسر فيه وتحول المركبات كتير. ماشي. طبعا هو مش ذاكر لنا اي حاجه من الكلام ده يا اولاد، هو قال لك بس ان هي بتتم في حشوه الميتوكوندريا، بيتم فيها هدم حمض البيروفيك. عارفين دوره كريبس بتطلع يا اولاد كام اي تي بي؟ برضو 2 اي تي بي. هي اكتر كميه طاقه بتطلع في سلسله نقل الالكترون. بس دوره كريبس بيتم فيها هدم حمض البيروفيك، بيفضل يتكسر، بيفضل يتكسر. هل دورة كريبس محتاجة اكسجين؟ لا يا برضه يا ولاد مش محتاجة اكسجين. اللي محتاج اكسجين هي سلسلة نقل الالكترون ده. ماشي. طب يا مس دورة كريبس بتتم فين؟ في حشوة الميتوكوندريا، يعني في الحتة اللي في النص. انما سلسلة نقل الالكترون بتتم على الاعراف يا ولاد، على الثنايات ده اهي، ودي لازم يكون موجود فيها غاز الاكسجين. طيب دورة كريبس بيحصل فيها ايه يا ولاد؟ بيتم فيها هدم حمض البيروفيك. ماشي. واثناء تكسير حمض البيروفيك بيتصاعد من التكسير ده اهو كميات من جزيئات غاز ثاني اكسيد الكربون. ما انا قايله لك ان التنفس الخلوي بينتج من المخلفات بتاعته طاقه، ومع الطاقه ثاني اكسيد الكربون. اي ثاني اكسيد الكربون بتنتج من دوره كريبس اللي بتتم في حشوه الميتوكوندريا. ماشي يا اولاد. طيب بينتج منها كميات هو كاتب لك كميات محدوده من الطاقه، مش قايل لك كام اي تي بي، بس هي يا اولاد 2 اي تي بي لو انتوا عايزين تعرفوا. طيب بعد ما حمض البيروفيك يتكسر هنا بقى، بينتج هنا يا اولاد من دورة كريبس الكترونات. اثناء تكسير حمض البيروفيك بيخرج حاجتين من التكسير، الكترونات وغاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون كده كده هيتم التخلص منه. الالكترونات ده هي اللي بتدخل بعد كده في سلسلة نقل الالكترون، ومسميينها كده يا اولاد لان هي بتبقى الالكترونات بتنط على حاجة شبه درجات السلم. ماشي. الالكترونات هنا يا اولاد بيحصل في ايه بقى؟ قال لك الالكترونات اللي بتطلع من دورة كريبس تدخل على سلسلة نقل الالكترون. الالكترونات دي بتبقى جواها طاقة كتير،
فالجسم يعمل ايه؟ يخليها تنط من على حاجات شبه السلالم كده. ماشي يا اولاد؟ فاما تنط بينطلق منها طاقة، فاحنا ناخد الطاقة دي ونخزنها جوه الاي دي بي فتتحول لاي تي بي. عارفين في كام جزيء اي تي بي بيتم انتاجه في سلسلة نقل الالكترون؟ 34 جزيء اي تي بي. يعني الانشطار في السيتوبلازم 2، دورة كريبس 2، سلسلة نقل الالكترون 34 جزيء اي تي بي. ماشي يا اولاد؟ وبينتج بسبب انتاج الطاقة هنا كمان جزيئات مية. جزيئات مية. ماشي؟ يبقى الوقتي لو جينا نلخص الليلة دي كلها، هقولك ان الجلوكوز عشان يتحرق ويديك طاقة، كل جزيء جلوكوز بيتحرق ويديك طاقة، بيديك طاقة كتير، 38 اي تي بي. بس عشان يتحرق يا ولاد لازم الحرق ده بيتم على او في مكانين. اول مكان في السيتوبلازم، وتاني مكان يا ولادي جوه الميتوكوندريا. ماشي؟ في السيتوبلازم بتكسر الجلوكوز الى جزيئات او 2 جزيء من حمض البيروفيك، من حمض البيروفيك. والتكسير ده يا ولاد بيدينا كمية محدودة من جزيئات الاي تي بي اللي هم 2 جزيء بس. طيب بعد كده 2 جزيء حمض البيروفيك يدخل الميتوكوندريا اولا على الحشوة، فيتم جوه الحشوة باستخدام الانزيمات هدم جزيئات حمض البيروفيك وانتاج منها حاجتين او 3 حاجات: كمية محدودة من الطاقة برضو اللي هي الاي تي بي، وبينتج الكترونات، وبينتج عندنا جزيئات ثاني اكسيد الكربون. بعد كده يا اولاد اللي بيكمل المسيرة هي الالكترونات بس. تدخل الالكترونات بعد كده على سلسلة نقل الالكترون. يتم في سلسلة نقل الالكترون حركة الالكترونات، فما الالكترونات تتحرك يطلع منها طاقة. الطاقة دي بتتخزن جوه الاي دي بي فتحولها لاي تي بي. 34 جزيء، هو مش كاتب لك 34، قال لك كمية كبيرة من الاي تي بي وخلاص. كمية كبيرة من الاي تي بي، بالاضافة اللي بيطلع عندنا مخلفات يا اولاد اللي هي المية. طيب معادلة التنفس الخلوي عموما، ادي عندي جزيء الجلوكوز C6H12O6 يدخل معاه جزيئات غاز الاكسجين جوه الميتوكوندريا. طبعا دي المعادله العامه، لكن احنا عارفين عمليه التنفس الخلوي بتتم على 3 مراحل. يطلع عندنا جزيئات اي تي بي 38 جزيء زي ما انا قايله لكم، ويطلع معاها جزيئات ثاني اكسيد الكربون وجزيئات ميه. وطبعا دي يا اولاد مخلفات بتتكون جوه الخليه. الدم بياخدها من الخلية ويبدأ يوديها للجهاز التنفسي عشان يتم التخلص منها في عملية الزفير. ماشي يا ولادي؟ يا رب تكونوا فهمتوا الحتة بتاعت التنفس الخلوي، لان هي تقيلة شوية عليكم. حاولت ابسطها لكم على قد ما اقدر. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش من اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.